أوضح كريستوف غالتيه مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن إدارة فريقه حاولت التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي الإنجليزي إلى آخر أنفاس فترة الانتقال الشتوية الأخيرة. وقال مدرب الفريق الباريسي خلال ندوة صحفية: نعم، حاول نادينا التعاقد مع زياش إلى آخر لحظة من فترة الانتقال الشتوية، والآن هو لاعب في صفوف تشيلسي. وكان باريس سان جيرمان يسعى جاهدا للتعاقد مع زياش من البلوز قبل أن تفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة. ويسعى حكيم زياش إلى تغيير الأجواء بعيدا عن قلعة الفريق الأزرق، وذلك رغبة منه في الحصول على فرصة للعب دقائق أكبر بعدما ظل حبيس دكة الاحتياط لفترة طويلة. يشار إلى أن عدة أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع زياش، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي ميلان الإيطالي.